السلام عليكم ورحمة الله، يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايبي اللي بيشوفوني من كل مكان. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بفضل الرحمن راجعه لكم بفيديو جديد، فيديو البطاطا القمر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا اول ما بلاقي البطاطا نزلت السوق في ثواني بشتريها وبعملها بطرق مختلفة كل مرة. النهارده بفضل الرحمن هعمل لكم البطاطا بطريقة حلوة جدا جدا، وتأكدي ان انت الطريقة دي ما شفتهاش قبل كده، ولو شفتيها قبل كده الطريقة برضو الاولانية كانت بتاعتي في القناة الاولانية. فيلا نبدأ الفيديو مع بعض، بس فضلا منكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو لو عجبكم، والاشتراك عندي في القناة لو أول مرة بتشوفوني. هنسمي بالله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على الفيديو على طول. مبدئيا أنا جايبة 2 كيلو بطاطا، غسلت البطاطا وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، وجايباها طبعا حجم واحد علشان كلها تستوي في نفس الوقت. يعني ما تروحيش تجيبي واحدة تخينة وواحدة رفيعة، هتلاقي حاجة تستوي وحاجة ما تستويش معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا بعد ما غسلت البطاطا وخليتها قشطه زي ما انتوا شايفينها كده، بجيب حله وابدا اسمي بالله واجيب البطاطايه، اشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وبعد كده بقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، ولا هي كبيره ولا هي صغيره، خير الامور الوسط. عايزه اقول لكم الطريقه دي من احلى الطرق اللي انا بعملها، الولاد عندي بيعشقوها. جربيها كده، وبالاخص لو عندك ضيوف، قسما بالله هتشرفك جدا قدامهم. زي ما انتم شايفين كده بشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وبعد كده بقطعها ترانشات او مكعبات، يعني زي ما تحبي، بس الافضل تقطعيها دواير زي ما انا عاملاها بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ اللهم صل على النبي. بعد ما قطعتها كلها هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كوبايه محترمه من السكر، اللهم صل على سيدنا النبي، ورشها عليها بالشكل ده. عايزه اقول لكم لو البطاطا عندكم مش مسكره او مثلا مش قد كده، كوبايه السكر دي هتخليها تروح حته تانية خالص. مكون النهارده هضيفه على البطاطا بجد هتستغربوه جدا جدا: معلقتين كبار من السمنه البلدي او الزبده. ايه اللي انت بتعمليه ده يا دعاء؟ جربوا الطريقه دي وبامر الله بامر الله هتنال رضاكم جدا وهتعجبكم. معلقتين كبار كده من الزبده او السمنه البلدي، وبعد كده باخد حوالي نص كوبايه من الميه في الكوبايه اللي انا كنت حاطه فيها السمنه او الزبده، وبعد كده بضيفها على البطاطا. طبعا بقلب الحله كده شمال ويمين علشان كل حاجه تتجانس مع بعضها، وبرفعها على عين البوتاجاز على نار عاليه اول 10 دقايق، وبعد كده بخلي النار وسط. لما بتبقى جاهزه معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، اللهم صل على النبي، عايز اقول لكم السكر اتكرمل مع السمنه، يعني كده حاجه اللهم بارك تحفه. شايفين بقى جمالها؟ اللهم صل على سيدنا النبي. تعالوا نشوف قد ايه مستوية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها ومحافظة على شكلها، بس انا طبعا مش عارفة امسكها، سخنة جدا جدا. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. بصوا طرية جدا جدا، يعني مستوية لدرجة مقولكوش، بس في نفس الوقت ماسكة نفسها. حطيتوا لايك يا مسكرين؟ حطوا لايك للفيديو واعملوا له مشاركة، ولو مش مشتركين عندي واول مرة بتشوفوني اتمنى دعمكم واشتراككم عندي علشان استمر واكبر بيكم باذن الرحمن. ربنا يديمكم لقلبي يا رب، اللهم امين. وشكرا لكل التعليقات اللي بتجيلي، وكل حد بيقول لي كلمة طيبة تترد له اضعاف اضعاف، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى حبيباتي الامارات، هطلع البطاطا في قلب صينية بالشكل اللي انتم شايفينه ده، علشان طبعا العين بتاكل قبل البق. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شايفين الجمال؟ قسما بالله هتدعي لي بعد الطريقة دي. بفضل الله محدش عمل طريقة البطاطا دي غير العبد لله. الحمد لله أنا كنت عاملاها في القناة اللي كانت عندي قبل كده، اللهم لك الحمد والشكر، وعملتها تاني اللهم صل على سيدنا النبي بنفس الطريقة. جربي الطريقة دي وهتدعي لي بأمر الله. تعالوا نشوفوا سواها عامل ازاي، اللهم بارك، وشكلها وطعمها وريحتها. يا ريت كنتوا معايا دلوقتي وشمين ريحتها عاملة ازاي. معلقة الزبدة أو معلقتين السمنة اللي حطيناهم دولت بيودوا البطاطا حتة تانية خالص. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله مستوية جدا مش مستحملة. والميزة في البطاطا دي زي ما بقول لكم، يعني ما شاء الله مستوية جدا مهرية خالص، وفي نفس الوقت محافظة على شكلها، مش يعني مش سايبة على بعضها كده، لا كل واحدة بوحدتها بسم الله ما شاء الله. لو عندك بقى شوية مكسرات رشها عليها من فوق كده، عندك شوية جوز هند سيبها زي ما أنا سايباها كده، صحتين وهنا علينا وعليكم. ان شاء الله هتجربوا طريقتي وتعجبكم بامر الله. شايفين بقى الصوص اللي في قلب البطاطا ده؟ طبعا السكر وكمان السمنه، ما تستغنيش عنه خالص، رشيه كده في الاخر على البطاطا، بيدي طعم حلو جدا للبطاطا ويديها لمعه، يعني بيخليها تحفه تحفه تحفه. انا كده خلصت فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه.
كالعاده لو استفدتوا النهارده من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.